نجمنا النهارده أحد العلامات البارزة في تاريخ الكرة المصرية. تخيل تيجي في جيل الخطيب وطاهر أبو زيد ومصطفى عبد وتبقى من أهم لعيبة الجيل ده، بل ويمكن أكترهم إحرازا للبطولات، وتلعب مع جيل التسعينات وتكون قائد للجيل ده بكل ما فيه من عمالقة. حاجة مش سهلة أبدا، وما تجيش بدون موهبة كبيرة ومختلفة. اتلقب بالجوهرة السمراء وبالجوكر المعجزة. لعب مع المنتخب بس أكتر من 100 ماتش، ده فتح كلام كده. فخلينا ما نطولش أكتر من كده وندعي لإخواتنا في فلسطين، ويلا بينا على مسرح الأحداث. اتولد محمد ربيع ياسين يوم 7 سبتمبر 1960 بقرية الفش محافظة بني سويف. بدأ ربيع ياسين ممارسة كرة القدم زيه زي كل النجوم اللي اتكلمنا عليها قبل كده، من الشارع، وتحديدا في شوارع الفش قدام بيته مع اصحابه، في الدورات اللي كان بيلعبها مع اصحابه زي الدورات الرمضانيه كده. وبدا ممارسه كره القدم من بدري قوي، وسنه لا يتعدى ال5 سنوات، علشان يتشهر ربيع ياسين واسمه يتردد في كل قريته بسبب مهارته وموهبته الجباره، علشان يلعب بعدها مع مركز شباب الفش. ربيع ياسين بيحكي وبيقول ان والده ووالدته ما كانوش ممانعين لعبه لكره القدم، ويفضل ربيع ياسين يلعب مع مركز شباب الفش لغايه عمره ما يوصل 18 سنة. انت تعرف ان ربيع ياسين راح قبل كده اختبارات النادي الاهلي ولم يوفق، ولكن يجي هنا عوض ربنا وحلمه اللي كان بيحلمه، وهو انتقاله للنادي الاهلي. وفي العيد القومي لمحافظة بني سويف على ملعب بني سويف يتم تحديد مباراة بين بني سويف والاهلي، ويتم اختيار ربيع ياسين انه يكون ضمن فريق بني سويف. ربيع بيقول قبل الماتش بيوم كنت قلقان جدا وكنت بدعي ربنا انه يوفقني، ما هو انا لو اتألقت في الماتش فهعجب مسؤولين الاهلي والاهلي هيتعاقد معايا. وبالفعل يتألق ربيع ياسين ويلعب ماتش عمره قدام الاهلي، ولكن الاهلي لسه ما طلبوش. ورئيس نادي بني سويف يقرر انه هيودي ربيع ياسين المقاولين ولا الاسماعيلي، وبالفعل يروح الاسماعيلي والمدرب يعجب بيه جدا ويمضيه الاسماعيلي في نهايه السيزون. ولكن بعد اسبوع واحد بس قعدوا ربيع ياسين في الاسماعيليه يظهر له كده من تحت الارض شيخ الكشافين عبده البقال. عمك عبده البقال يعمل ايه؟ يبعت تلغراف لربيع ياسين في قريته، في بيته في قرية الفش، عشان يقول له احنا جايين لك بكرة فاستنانا على محطة بني سويف. فيروح ربيع هو واخوه على محطة قطار بني سويف، فيلاقي عبده البقال طالع له من شباك القطر. يقول له انت ربيع ياسين؟ يقول له اه. يقول له طب اركب يا ربيع. يقول له اركب ايه؟ لا معايا لبس ولا معايا اي حاجة. يقول له يا عم اركب مالكش دعوة، احنا هنوفر لك كل حاجة. ويقول لاخوه ما تقلقش هنجيبه لك تاني. هيروح فين يعني؟ وكان مقرر ان الاهلي هيلعب في سوهاج ماتش ودي. عمك عبده البقال قال لك اخده معايا عشان نجربه، وبالفعل يجيبوا له طقم وجزمة علشان يجربوه في المباراة. وبعد ما عبده البقال اتفرج عليه وشاف موهبته قال له انا مش هسيبك، علشان عبده ياخده معاه بيته في الهرم ويبيته فيه وما يرضاش يروح، والصبح ياخدوا مقر النادي الاهلي ويستقبلوا مين بقى؟ الفريق مرتجي اللي كان في وقتها رئيس النادي الاهلي. فبعد ما اتكلموا معاه قالوا له خلاص احنا عايزينك. قال لهم طب في مشكله كده صغيره، انا ماضي في الاسماعيلي، علشان الفريق مرتجي ياخد عبده البقال وياخد ربيع ياسين ويروحوا لمحافظ بني سويف. فلما راحوا للمحافظ، المحافظ قال لهم الورق طلع بالفعل على الاسماعيليه. فخليني ابسط لك الامور. عبده البقال قال لربيع ياسين انت عايز تروح الاهلي يا ابني؟ فربيع ياسين يقول له انا ما احلمش ان العب في الاهلي. فقال له هتكتب رغبه. فلما كتب الرغبه طلع بيها عبده البقال على منطقه سوهاج علشان يشوف الورق بتاعه. الورق بتاعه كان لسه موجود لحسن حظه في سوهاج، ما راحش الاسماعيليه. ايه اللي يحصل؟ عبده البقال يقدم رغبه ربيع ياسين ويطلع الكارنيه بتاع ربيع ياسين انه لاعب رسمي في النادي الاهلي، علشان ينتقل ربيع ياسين رسميا للنادي الاهلي سنة 1979. يا عم عصام انت ما قلتليش برضو ربيع ياسين كان مركزه ايه؟ انت كل مرة تتأخر عليك، انا زعلان منك. تعالى لي يا حبيب اخوك وانا هقول لك مركزه ايه. ربيع ياسين كان احسن باك شمال في جيله. ده مش بس كده، ده في اوقات كان بيلعب باك رايت ومساك وليبر، بس هو مركزه في الاساس باك ليفت. انت تعرف ان ربيع ياسين انضم رسميا لمنتخب مصر للشباب وهو بيلعب في بني سويف. وهنا برضو سبب سفر ربيع لألمانيا مع المنتخب ترتيب ربنا الجميل ليه. فتخيل انت لعيب جاي من الفشل وسط لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبقيه انديه الدوري، وهيتم اختيار 16 لاعب بس من كل ده، منهم 3 حراس مرمى، يعني 13 لاعب بس. ففرصتك كراجل جاي من الفشل ايه؟ هتبقى فرصه صعبه ومستحيله. بس احنا هنا بنتكلم عن تدبير ربنا ليه. وفجاه يتبلغ ربيع ياسين اللي كان فاقد الامل انه هيسافر مع المنتخب وتم اختياره علشان لعيب من ال16 اللي كانوا مختارينهم اتصاب. وفجاه طلع له جواز سفر، وفجاه لقى نفسه في المطار، فجاه لقى نفسه في المانيا
علشان يتألق مع المنتخب بشكل غير طبيعي. وكان المانشيت الرسمي لكل الصحف في وقتها: من الفشن إلى ألمانيا، نجم قادم في سماء مصر ومستقبل الكرة المصرية. مين بقى كان مدرب الأهلي في التوقيت ده؟ عم أعمام مدربين الكرة الأرضية في وقتها، هيديكوتي، اللي احنا عملنا عنه حلقة بس انت لسه ما شفتهاش، بس انت شاطر وبعد الحلقة دي هتروح تشوف. وقتها هيديكوتي صمم على ضمه للفريق الاول ويرفض انه يتدرب في فريق تحت 21 سنة. وعلى فكرة حصل في التوقيت ده مشكلة بين هيديكوتي ومدرب تحت 21 سنة على مين ياخد ربيع ياسين يتدرب معاه. عمك هيديكوتي عشان طيب وغلبان كان بيسيبه يلعب بعض الماتشات مع فريق الشباب. وخليني اقول لك ان اول ما هيديكوتي شاف ربيع ياسين قال لهم: ده باك ليفت منتخب مصر الاساسي ومستقبل الكرة المصرية مش الاهلي بس. اول يوم لربيع ياسين جوه النادي الاهلي كان جواه احساسين عكس بعض: قلقان جدا انه جاي من الفشن على الاهلي فجأة، وفي نفس الوقت متشوق جدا علشان ده حلمه من البداية. ولكن لما دخل النادي واستقبلوه استقبال كويس، الرهبة اللي جوه ربيع راحت. مين بقى اللي كان مستني ربيع ياسين جوه النادي الاهلي وبيستقبله؟ الكابتن احمد شوبير، اللي برضه عملنا عنه حلقة وانت ما اتفرجتش عليها. فبعد الحلقة يا عم روح اتفرج. وشوبير اللي كان مسؤول في التوقيت ده عن الناس المغتربة فهمه بقى هتركب ايه، هتسكن فين، هتروح النادي الاهلي ازاي، تبناه يعني بمعنى اصح. ورغم ان ربيع جه في وسط كباتن كبار الا انه عمره ما حس ابدا انه غريب وسطيهم، حتى كده من بتوع عظمه الاهلي اللي احنا بنقولها كل مره. واتنقل حلم ربيع من انه بيتفرج على نجوم الاهلي لانه بقى واحد منهم وبيلعب في وسطهم. انا عايز اقول لك ان ربيع في اول يوم ليه في الفريق الاول كان موجود في الفريق في مركزه 4: فتحي مبروك ومدحت رمضان وبدر حامد وحازم خالد. لا ما تقلقش، احنا ما اتكلمناش عن الناس دي بس هنعمل، ما تقلقش، مش هسيبك في حالك. ولكن ربيع كان واثق في قدراته وشغال على نفسه وبيتدرب كويس، يعني كموهبه وكفنيا وبدنيا واخلاقيا جاهز. انت تعرف اول مرتب للكابتن ربيع ياسين مع الاهلي كان كام؟ كان 100 جنيه بس يا صاحبي. الجيل ده لو كان موجود دلوقتي كان زمانه بياخد بال 200 مليون يا صاحبي. انا عايز اقول لك وهم بيمضوا ربيع ياسين سالوه السؤال الكلاسيكي: طلباتك ايه يا عم ربيع؟ قال لهم: طلبات ايه؟ ده انا مش مصدق اساسا ان انا قاعد جوه النادي الاهلي علشان يلعب اول مباراه ليه مع الاهلي وديا قدام الاهرام. لا مش الاهرام اللي جت في دماغك، ده اللي جت في دماغك دي لسه معموله امبارح. وكان ماتش ودي على ملعب التتش، واول ماتش رسمي لربيع كان قدام المقاولين العرب ونزل في كبدي. ومن هنا بدات رحله تالق ربيع ياسين مع الاهلي. رمضان السيد بيلعبها قصيره، الربيع يقدر يشوط، ربيع بيلعبها جول منطقه لوب، حلوه هو جول. برافو ربيع، الجول الاول للنادي الاهلي. ربيع ياسين يحط هدف الانتقالات وتعدي ربيع ياسين جوه الجول، جوه الجول، جول ربيع ياسين بياخدها ربيع وبيمشي جامده، هو الجول. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. ورا طارق خليل، ربيع اللي بيشوط كوره جامده. في احدى حلقات برنامج المجري الكابتن مصطفى عبده وكان ضيفه الكابتن ربيع ياسين، فسأل الكابتن ربيع ياسين عن اهم مباراة ليه وان هي دي كانت السبب انه يلعب اساسي بعدها. قال له: مباراة ابو ليهيا الكيني. يوميها اتألق ربيع ياسين بشكل مش طبيعي، والكابتن عبد المجيد نعمان كتب منشط هز بيه سوق الرياضة في مصر. ومن يوميها واخوك ربيع ياسين اساسي في الاهلي. انت تعرف ان الكابتن صالح سليم في منشط في الاهرام قال ان اللعيب الوحيد في مصر في الجيل ده اللي يصلح للاحتراف هو ربيع ياسين. الكلام ده يا صاحبي كان في فترة الثمانينات، وده بسبب انه كان لاعب ملتزم وماشي بنظام احترافي في الوقت اللي كانت ممارسة الكورة اصلا هواية. فالراجل ده جايبها من بدري قوي. ولما اتسأل مين افضل مدرب انت لعبت معاه كلاعب، قال هيديكوتي وكالوتشاي. واكتر مدرب بقى عمل لي اضافة هجومية هو الكابتن محمود الجوهري، وكمان اتعلمت منه كتير قوي على مستوى التدريب، والراجل ما كانش بيبخل عليا باي معلومة. طب ايه يا عم ربيع اغلى واصعب بطولة ليك مع الاهلي؟ علشان يرد ويقول: دوري ابطال افريقيا 1982 قدام كوتوكو. والكلام ده كان لسببين: ان البطولة دي اول بطولة يحصل عليها الاهلي، وتاني سبب ان البطولة دي كانت صعبة والمباراة النهائية كانت صعبة جدا. واكتر بطولة زعلت عليها دوري ابطال افريقيا 1983 وكانت قدام كوتوكو برضو. يومها اتحسب علينا جون اوفسايد وخسرنا البطولة بسبب الجول ده. طب ايه يا عم ربيع
افضل هدف مش هتنساه في تاريخك، كاس مصر 1989 مباراة الاهلي والزمالك، سجل فيها ربيع ياسين هدف تاريخي. الهدف ده ساهم ان شعبية ربيع ياسين عند جمهور الاهلي تبقى خرافية. بياخدها ربيع وبيمشي جامدة، هو الجول. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. وعلى مدار 14 سنة لعبهم ربيع ياسين اتألق فيهم جدا مع الاهلي ومنتخب مصر، الى ان جاءت اللحظة الصادمة، قرار الاهلي بالاستغناء عن 4 من كباتن الفرقة، ربيع ياسين وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمود صالح. الكلام ده كان يوم 21/7/1992 بعد ما قرر الكابتن انور سلامة المدير الفني وقتها للنادي الاهلي وبلغ الكابتن صالح سليم رئيس النادي وتم تنفيذ القرار. وهنا في الموقف ده عايزين نوضح نقطة مهمة. كل الناس الأهلاوية في التوقيت ده استغربوا ازاي اللعيبة دي تمشي في التوقيت ده، خصوصا وان اللعيبة دي ممكن تأدي سنتين كمان بنفس الأداء. ولكن العظيم في الموضوع ان مدير فني فكر وخد قرار، القرار يبان للناس انه قرار صادم وغلط، ولكن هنا لجنة الكورة تحترم رأي المدير الفني، وبناء عليه مجلس الإدارة يحترم قرار المدير الفني وينفذه في 4 لعيبة من أتقل لعيبة الجيل. وخصوصا ان الموقف ده جه بعد فوز الأهلي بكاس مصر قدام الزمالك. علشان يقرر هنا الكابتن ربيع ياسين بعد اجتماعه مع رئيس النادي الاهلي هو وباقي اللعيبه انه خلاص انا مش هلعب في حته تانية غير الاهلي، وطالما الاهلي مش عايزني انا هبطل كوره لان انا ما ينفعش العب في مكان غير الاهلي. وبناء عليه رفض الكابتن ربيع ياسين كل العروض اللي اتقدمت له علشان يكمل لعب. وطبعا الاهلي عمل له ماتش اعتزال كنوع من انواع الوفاء للاعب. وبمناسبه الوفاء احب ارجع لجمله قالها الكابتن ربيع ياسين: لو رجع بيا الزمن هختار الاهلي، الاهلي هو اللي صنعني وصنع نجوميتي، ولولا ربنا ثم الاهلي ما كنتش هبقى ربيع ياسين اللي الناس بتحبه. احب اقول لك ان التصريح بتاعه ده بعد اجتماعه بصالح سليم بكام يوم. لعب ربيع ياسين مع الاهلي 14 سنة من سنة 1979 لموسم 1992، لعب خلالهم ربيع حوالي 300 مباراة، سجل ربيع ياسين الباك 23 هدف، ده غير طبعا اسيستاته اللي كانت كتير. علشان يحقق كابتن ربيع ياسين مع الاهلي 20 بطولة، 7 بطولات دوري و7 زيهم كاس مصر و2 دوري ابطال افريقيا و3 كاس الكؤوس الافريقية على التوالي وبطولة افرو اسيوية. ومع منتخب مصر تألق ايضا الكابتن ربيع ياسين كعنصر اساسي مع المنتخب، علشان يلعب مع منتخب مصر حوالي 118 مباراة، سجل فيهم هدفين. ولكن خد بالك الراجل ده مدافع. علشان يلعب ربيع ياسين مع منتخب مصر 5 بطولات افريقيا: 82 84 86 88 و90. حصل من خلال مشاركاته مع منتخب مصر على كاس افريقيا 1986 وذهبية دورة الالعاب الافريقية سنة 87، وشارك في اولمبياد لوس انجلوس 1984 ولعب كاس العالم 1990. وهنا بنوصل لفترة ربيع ياسين ما بعد الاعتزال. اشتغل ربيع ياسين وتألق في مجال التدريب واكتشف العديد من اللعيبة المميزة. انت تعرف ان ربيع ياسين في الاول حصل على شهادة متوسطة في تعليمه، ولكن بعد الاعتزال قرر انه يكمل دراسته ولكن في مجال التدريب، وحصل على شهادات في مجال التدريب. ربيع ياسين مدرب فذ وعين خبيرة، ولكن ما خدش حقه لحد الآن في النادي الأهلي ولا في منتخب مصر. 10 سنين دربهم ربيع ياسين في الممتاز به في بداية فترته التدريبية، واشتغل فيهم جدا على نفسه علشان يتقن مجال التدريب. وطبعا احنا عارفين ان في مصر انك تتقن التدريب في الممتاز به اصعب من انك تتقنه في الدوري الممتاز. اجواء صعبة ومباريات صعبة، فضلا عن سوق الملاعب تحت والتحكيم. درب سموحة وأسوان وطنطا والمريخ والمعادن والإنتاج الحربي، ولكن يبتسم القدر ليه سنة ويدرب منتخب الشباب من 2011 ل 2013، ويحقق ربيع ياسين مع منتخب الشباب بطولة أفريقيا 2013 ويقودهم في كاس العالم للشباب في تركيا 2013، وسبحان الله يا مؤمن يشيلوه. وبعد كده يدرب منتخب الشباب 2001، وحاليا بيدرب نادي دلفي بتكليف من النادي الاهلي. وخلينا نقول ان ده اول تكليف من الاهلي لربيع ياسين. ربيع ياسين مش اسطوره كلاعب كوره بس، ربيع ياسين قدوه رياضيه متكامله، اخلاق ومهاره والتزام وتاريخ حافل وشعبيه جماهيريه غير طبيعيه. ربيع ياسين
احد اهم النماذج اللي لازم تتدرس للاجيال اللي جايه كلها. لازم يتعلموا ازاي تكون شخصيه رياضيه، مش بس مجرد لعيب كوره هتاخد وقتك وتمشي. ولا زال ربيع ياسين بيكتب سطور جديده في تاريخه، ولا زلنا احنا بنتعلم كل يوم اكتر منه. حفظ الله الاسطوره الفريده ربيع ياسين، الجوهره السمراء.